فكرة التنقيب عن الذهب فكرة قديمة جدا، بس بتورينا قد إيه الموضوع ده صعب. يعني علشان نلاقي حتة ذهب صغيرة الموضوع بياخد مجهود ووقت مش طبيعي، زي ما بيقولوا كده، زي اللي بيدور على إبرة في كم قش. طب هل حد يتخيل الرقم؟ علشان بس نطلع دهب كفاية نعمل بيه خاتم واحد؟ خاتم محتاجين نغربل حوالي 26 طن صخور. أيوة 26 طن، رقم يخض بصراحة. أهو نفس الفكرة بالظبط هي اللي بنعملها النهاردة في عالم الداتا، بس بدل الذهب بندور على حاجة أغلى بكتير: الأفكار والمعلومات القيمة. والمقارنة دي بتلخص الحكاية كلها. في التنقيب عن الذهب، المادة الخام بتاعتنا هي الصخور، والحاجة القيمة هي الذهب. في التنقيب في البيانات بقى، المادة الخام بتاعتنا هي البيانات الضخمة أو البيج داتا، والكنز اللي بندور عليه هو الأفكار والرؤى، والأداة اللي بنستخدمها هي الخوارزميات أو الالجوريثمز. وده بيودينا للتحدي الأكبر في عصرنا الحالي، وهو جبل البيانات الضخم اللي عايشين وسطه. مع الثورة اللي حصلت في تكنولوجيا تخزين البيانات والبيانات الضخمة، بقى عندنا كمية معلومات مهولة. بس الكمية دي لوحدها مش كفاية، بالعكس دي ممكن تغرقنا. علشان كده محتاجين طرق وتقنيات جديدة خالص عشان نقدر نحول كل المعلومات دي لمعرفة ليها فايدة وقيمة حقيقية. وهنا بقى بيجي دور بطل القصة بتاعتنا، التنقيب في البيانات، أو زي ما بنحب نسميه الغربال بتاع العصر الحديث. التنقيب في البيانات بكل بساطة هو عملية استخراج كنوز المعلومات دي، يعني بنكتشف الأنماط والعلاقات اللي مستخبية وسط بحر البيانات الضخم ده. الهدف كله هو إننا نحول الأرقام والبيانات الصماء دي لحاجة مفهومة ونقدر نستفيد منها. طيب كل ده جميل، بس في الآخر نستفيد إيه؟ يعني إيه الفايدة العملية من كل ده؟ أول حاجة، بنقدر نتنبأ بالمستقبل. والله بنحلل اللي حصل زمان عشان نعرف إيه اللي ممكن يحصل بكرة. تاني حاجة، بنشوف علاقات محدش كان واخد باله منها خالص. يعني مثلا ممكن نكتشف إن كل ما الشخص قعد وقت أطول على الويب سايت، احتمالية إنه يشتري بتزيد. دي معلومة بسيطة؟ لا، دي ممكن تغير استراتيجية تسويق كاملة. وفي النهاية كل ده بيصب في مصلحة البيزنس عشان ياخد قرارات صح، قرارات مبنية على حقائق مش تخمينات. العملية دي طبعاً مش بتتعمل بشكل عشوائي، لا، دي ليها خطوات مدروسة ومنظمة جداً. خلينا نشوف مع بعض إيه هي الأربع خطوات دي. العملية كلها بتتلخص في 4 خطوات. أولاً تحديد الهدف، ثانياً تحضير البيانات، ثالثاً تطبيق الخوارزميات، وأخيراً تقييم النتائج. ال4 خطوات دول هم خريطة الطريق لأي مشروع تنقيب بيانات ناجح. يلا بينا ندخل في تفاصيل كل خطوة. الخطوة الأولى تحديد الأهداف، ودي أهم خطوة تقريباً. هنا علماء البيانات بيقعدوا مع أصحاب البيزنس عشان يحددوا بالظبط هم بيدوروا على إيه المشكلة اللي عاوزين يحلوها، لأنك لو سألت سؤال غلط طبيعي هتوصل لإجابة غلط. بعد ما عرفنا هدفنا، نيجي بقى لخطوة تحضير البيانات. الخطوة دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا. هنا بنبدأ نجمع البيانات الصح، وبعدين أهم حاجة ننظفها. بنشيل كل النويز أو الضوضاء، زي البيانات المتكررة أو القيم الناقصة. القاعدة بسيطة: بيانات وحشة هتطلع نتائج وحشة. تمام، دلوقتي بياناتنا جاهزة ونظيفة. هنا بقى بيبدأ السحر الحقيقي أو التنقيب الفعلي. بنستخدم الخوارزميات وتقنيات التعلم العميق عشان تغوص جوه البيانات دي وتطلع لنا الأنماط والعلاقات اللي مستخبية ومحدش شايفها. وأخيراً بعد كل المجهود ده وصلنا لنتائج. هل كده خلاص؟ لا طبعاً. الخطوة الأخيرة هي تقييم النتائج دي. لازم نسأل نفسنا: هل النتائج دي حقيقية؟ هل هي جديدة ومفيدة؟ وهل نقدر نفهمها ونشرحها؟ لازم الإجابة تكون على كل الأسئلة دي عشان نكون نجحنا. طيب، إيه هي الأدوات اللي بيستخدمها المنقبون في البيانات؟ زي أي حرفي عندهم صندوق عدة مليان أدوات، كل أداة ليها استخدامها. خلينا نفتح الصندوق ده ونبص بصة سريعة. أول أداة معانا هي الربط أو الأسوسيشن. دي بتساعدنا نلاقي علاقات بين الحاجات المختلفة. أشهر مثال في الدنيا هو إن السوبر ماركت لما حلل بياناته لقى إن اللي بيشتري فراولة غالباً بيشتري معاها كريمة. معلومة تبان بسيطة، بس خلتهم يحطوا المنتجين جنب بعض والمبيعات زادت جداً. الأداة التانية هي التصنيف أو الكلاسيفيكيشن. هنا إحنا بنعلم الكمبيوتر إزاي يصنف الحاجات في فئات، زي مثلا لما نعلمه يفرق بين العربية السيدان والدفع الرباعي بناء على شكلها وعدد كراسيها. بعد كده أي عربية جديدة هيشوفها هيعرف يصنفها لوحده. وده اللي بيحصل بالظبط في الإيميل لما بيصنف الرسائل لإنبوكس وسبام. وبعدين عندنا التجميع أو الكلاسترينج. دي بقى مختلفة شوية. هنا إحنا مش بنقول للكمبيوتر إيه هي الفئات، إحنا بنسيبه هو يكتشف المجموعات المتشابهة لوحده.
زي مثلا لما شركة تسويق تحب تقسم العملاء بتوعها لمجموعات بناء على سلوكهم من غير ما تكون عارفة أصلاً إيه هي المجموعات دي. وطبعاً صندوق العدة فيه أدوات تانية كتير ومهمة زي الشبكات العصبية الصناعية والانحدار أو الريجريشن وأشجار القرار. كل أداة من دول ليها قوتها واستخداماتها حسب نوع المشكلة اللي بنحاول نحلها. وفي نهاية الرحلة الطويلة دي كل التعب والمجهود بيكون هدفه نوصل للمكافأة الكبيرة، الأفكار الذهبية اللي بتغير كل حاجة. بس هنا لازم نكون واقعيين، مفيش حاجة اسمها حل سحري واحد لكل المشاكل. تقنيات التنقيب في البيانات مش أداة واحدة بتشتغل على كل حاجة وخلاص. الموضوع في الغالب بيكون عبارة عن تجربة وخطأ، بنجرب أكتر من طريقة وأكتر من أداة لحد ما نلاقي الأنسب للمشكلة بتاعتنا وللبيانات اللي معانا. العملية دي محتاجة صبر وخبرة. لكن ودي أهم نقطة، لما العملية دي بتتعمل صح النتائج بتكون مبهرة. ممكن فعلا نلاقي أفكار ذهبية قادرة تعمل تحول جذري في البيزنس وتنقله لمكانة تانية خالص. وده بيسيبنا في الآخر مع سؤال مفتوح. في عالم مليان بيانات بتتولد كل ثانية، يا ترى إيه هو الذهب الجديد اللي لسه مستنينا نكتشفه؟